السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. يلا نعمل كبدة اسكندراني. فدلوقتي علشان نعملها هنعملها بالكبدة المجمدة العادية. بتجيبيها لو سايحة شوية بتحطيها في الفريزر شوية بحيث تبقى متماسكة، وبعدين بالسكينة هي اصلا بتبقي رصاها شرايح فوق بعضها كده، وبالسكينة بتقطعيها كده تقطيعة ايه القطع الصغيرة اللي يقولوا عليها عصافير او زي الشاورما، ونقعد نقطعها كده رفيع تتقطع معاكي بكل سهوله. هخلصها وبعدين نشوف نعمل ايه. وبعد كده حبايبي بعد ما قطعتها كده زي ما قلت لكم هنزلها بقى في بوله كده، وانزل عليها 3 ليمونات كبار. الكبده بتتغسل بالليمون طبعا، هي كده انا حطيتها وحطيت عليها عصير ال3 ليمونات زي ما قلت، واسيبها بقى شويه وبكمل ايه بقيه المكونات. هنا طبعا عندي اساسي علشان اعمل الكبده دي يبقى ليها طعم حلو، يبقى هسيح ليا قطعه من الليا مع حبه زيت تسيح كده واشتغل فيها، او اللي هو الصنم بتاع الجمل، برضو الاتنين بيدوا طعم في منتهى الجمال وصحيه عن السمنه النباتي اللي في السوق. طبعا هجيب حته ليا كده واخرطها وبعد كده احاول ان انا ارفعها بحيث ايه تسيح معايا بسرعه، وحتى اللي هيفيد منها ما كانش يساح بيدي طعم حلو يتاكل. بجيب الحاجه الصينيه او الطاسه او الحاجه اللي انا هعمل فيها الكبده بتاعتي، وانزل فيها حته الليا اللي انا قطعتها كده واسخنها كويس، اوزعها كده بعيد عن بعضها عشان ايه تسيح بسهوله. وعشان عمليه اسرع منها بنزل عليها بتاع معلقتين زيت كده، وعلى نار واطيه اوطي النار واسيبها واغطيها تسيح كده بهدوء مع نفسها ما تتحرقش. كبده، وطبعا كبده اسكندراني يعني مشطشطه، انتي مش عايزه لو هتاكلي منها اطفال او كده ومحدش بيحب الحاجه الحاميه، عندك قرن الفلفل الرومي. انا بعمل ميكس ما بين الفلفل الحامي مع الفلفل الرومي، وطبعا الثوم اساسي، ده ثوم مفروم انا ايه عاملاه وحطاه في الفريزر بطلعه واستخدمه. هاجي هنا انا قطعت الفلفل الحامي، الفلفل الرومي، فلفل صغير بلدي فانا بقطعه زي شرايح كده. كده طبعا ما بشيلش الحاجات دي وسط الكبده بيبقى لها طعم جميل وبنحب نغمسها. هنزل بعد كده بشرايح الفلفل اللي انا مقطعاها حامي على رومي، واقلب كويس كده لغايه ما ريحه الفلفل تطلع. ودلوقتي بعد ما الفلفل اتشوح حلو كده اوسع واحط قطعه الثوم، يعني بتاع نص راس ثوم كده، الكبده بتحب الثوم، وابتدي اشوح فيها يا دوبك ريحتها تطلع، مش عايزه الثوم يتحمر او يجرى له اي حاجه، يا دوبك بس ريحته تطلع كده. وابتدي بقى انزل الكبده بسم الله. واوزعها كده كويس واسيبها ما اقعدش اقلب فيها كتير، هي مع البخار والسخونيه هتبتدي تفتح وايه وتتشوح مع نفسها. ودلوقتي حبايبي اهو
شوحتها كويس وقلبتها وغيرت لونها من جميع الاتجاهات اهي، بس ما قلبتهاش على طول اول ما اتحط، سبتها شويه لما تمسكت من تحت والمسام اتقفلت عشان ما تجيبش ميه، ورحت ايه مقلبه بعد كده هنحط عليها بقى شويه التوابل بتاعتنا اللي هتدينا الطعم والريحه الحلوه. طبعا اساسي الجنزبيل، القرفه، طبعا معلقه صغيره من كل حاجه، الجرام مصالة، 7 بهارات، كزبره ناشفه، الفلفل الاسمر، نص معلقه من البابريكا، و الكاري بيدي طعم جميل قوي وجربوه. هبتدي انزل كده التوابل بتاعتي وما اقلبش، اجيب قطعه صغيره من جوز الطيب تدي ريحه ونفس جميل، ولو عندك كباب الصيني على قرنفل المطحونين بس للاسف خلصوا من عندي برضو بيدي طعم جميل من التوابل. وانزل بتاع معلقه صغيره كده ملح، واقلب بقى. طبعا الاطعمه دي المختلفه بتدي طعم جميل جدا للكبده. طبعا هتدي اوطي عليها واسيبها بتاع 5 دقايق كمان متغطي عليها اهي حبايبي في منتهى الجمال. الطعم مش هقول لكم الريحه جايبه ايه اخر الدنيا. تعملوها في البيت بنظافه. دمتم بصحه وعافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.